وفاء من فرنسا تقول في مشكلة بينها وبين زوجها، متزوجة من شخص، وتقول هي الحامل الآن في الشهر الأول، وزوجها طلقها الأحد الماضي وقال لها أنت بالخيار في هذا المولود، تجهضين أم تبقينه. تقول الجنين عمره شهر وأسبوع. تقول يعني تريد نصيحة. أختي وفاء بارك الله فيك، احرصي على هذا الجنين فقد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة، واحرصي بارك الله فيك على زوجك أن يعود إليك ما دام أنك في العدة الآن، وطلقك يوم الأحد الحمد لله العدة باقية، تعتدين 3 حيض، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة تطلعين من العدة. وقولي له يا فلان ما الذي تنقم، ما الذي تشكو، وحاولي ترفعين الأشياء اللي مو معجبة، يعني غير راضي عليها منك. قولي له نشيل الشيء الفلاني ونترك الشيء الفلاني، وكوني يعني حنونة معه. وكون المرأة مع زوج أفضل لها من أن تعيش بلا زوج. ويعني مثل ما يعبر بعض النساء يقولون نار الزوج ولا جنة الطلاق. فالمقصود يا أخت الفاضل احرصي على زوجك، احرصي على أن يرجع البيت، أدخلي أطراف ثانية إذا شفتيه متعنت ومصر على الابتعاد، قولي له، قولي فلان يعني تكلم معه يرجع ويراجعك، وتبدون حياة جديدة وتفتحون صفحة جديدة من حياتكم، وتحاولي قدر المستطاع أنك تحافظين على الجنين الذي في بطنك، لأنه هذا الجنين قد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله رب العالمين. جمال من دبي بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. أخي الفاضل، هذه الآية محل خلاف عند علماء التفسير، وأصح أوجه التفسير أن المقصود بقول الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني هي سورة الفاتحة، لأن آياتها 7، وهذه سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل. المفصل طبعا من سورة قاف إلى الناس، هذا يسمى المفصل. وجمع علم المفصل كله في سورة الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالمقصود ب7 المثاني أخي الفاضل هي سورة الفاتحة، لأنها تثنى في الصلاة، ففي كل ركعة يقرأ الإنسان سورة الفاتحة. جمال